عم احمد عايز رغيف حواشي من ابو 10. لا خلاص بقى ب15 يا حبيبي والله. ليه كده يا عم احمد؟ ما كان ب10. والله كل حاجه غليت يا ابني. رغيف عيش بجنيه وتوابل وزيت وتوم ب3 جنيه، كده بقى مكلفنا 4 جنيه. حلو، طب ما تبيعه ب10 تكسب فيه 6 جنيه. استنى اكمل باقي الرغيف، كده قلنا 4 جنيه. تمام، بصل وفلفل وطماطم 3 جنيه، كده بقى واقف عليا ب7 جنيه. جميل، تكسب فيه 3 جنيه. روضه، تسويه وغاز وميه وكهرباء وايجار حوالي 5 جنيه، كده بقى عليا ب12 جنيه. اوبا، لا عندك حق يا عم احمد. وال3 جنيه دي يا ابني مكسبي ورزقي، فببيعه ب15. شفت بقى؟ الله يكون في عونك يا رب. مع اني حاسس ان في حاجه ناقصه، بس هات لي رغيف. عينيا يا حبيبي. ودي حماصه، عندك واحد جيرمان واحد بلدي جوه، ابعت البلدي. اميزنج النوويه. عم احمد، ده حواوشي باللحمه صح؟ اكيد باللحمه يا عم احمد. والمصحف لحمه بلدي ابو رجل بيضه ده. يا عم احمد، انت مش حاسب اللحمه في الرغيف يا عم احمد؟